عندنا جيل جديد باهي معناه متدين اغلب الملاعبيه تو قبل رانا كنا في رمضان نتفرج في الملاعبيه تشرب في الماء وعادي والمدربين كانوا صارمين ما فما حتى حد يلعب وهو صايم وغيره وكل شيء. انا خلطت حتى فما شكون جاب من الفريق الاهلي جابوا لهم امام جامع باش يقنعهم باش يفطروا. الان عندنا جيل من اللاعبين متدينين صحيح معناها صحيح حتى في الصلاه نتاعهم حتى في الصلاه نتاعهم شفنا تشكيات في الكره الطايره ايضا فما لاعبين قال لك احنا نلعبوا في وقت صلاه الجمعه جمهور السياسي ما مشيش للماتش ما مشيش للمباراه خاطر وقت صلاه الجمعه. شنو الحل؟ معناها يلزم حل لازم نلقاو حل. رمضان مازال الجوله بركه في رمضان اما ساعتين من ثلاثه الملاعب اللي عندها اناره نحاولوا نلعبوهم بعد شقه نفتر. حتى كانوا هما يحبوا سوا ديزون مسؤولين يعملوا ديبا ويحكيوا فيه الموضوع باش يقول لك ما عندناش ملاعب وما عندناش اناره وغيره. راهو فما برشا حلول وما يهموش فيك. هو صحته قبل الماتش وقبل البطوله وقبل الكره. انت يا رسول الله ليبيا بجنبنا، الجزائر، مصر، المغرب، الخليج الكل معناتها العالم العربي الاسلامي الكل يا رسول الله يلعبوا في الليل ويلقاو حلول. كي انت ما عندكش امكانيات اخويا ما نعرفش انا اتصرف. اما انا متاكد انه راهي القرارات هذه ماهيش رياضيه فقط، مش رياضيه جمله معناتها ماهيش مرتبطه بالمسؤولين الرياضيين فقط. فما قرارات ترجع بالنظر لعده هياكل وعده مؤسسات تخليك انت. وعلاش خويا انا مثلا في الليل ينجموا يلعبوا ماتش شامبيونز ليج ولا غيره 10 تاع الليل معناتها. وقبل كنا نامنوا في المباريات هذوما وانا متاكد عندنا منظومات مختلفه في البلاد نتاعنا قادره باش تاطر المناسبات هذوما وباش تعمل ماتشات باهيه. هو المشكل الكبير معزرة وانا فما حتى مش مده بعيده توا معناتها حكيت مع شكون معناتها كان حكى لي اكد لي قال لي المشكل الكبير نتاع الامن انه الناس اللي تضرب الحجر واللي تعمل بركاجات واللي تخلق مشاكل كبيره لبرا الاستاد. هذه راهو المشكله زاده ضاله اللي قاعده معناتها عملت لنا مشاكل كبيره برشا. وحكينا في الاسبوع الفارط راهو مشكله كبيره. قال لك انا اليوم كي نمشي انا نامن مباراه ولا نعطي مباراه بالليل والكراب نتاع الناس اللي ما فماش اناره كافيه تمشي الناس تكسر وتبراكي الكراب وبالضرب الحجر. قال لك احنا في النهار وما سالمين ونمنعوا في الماتشات يعلم بينا رب. اليوم زاد كيف هذا المشكل. انا بالنسبه لي انا شهر رمضان هو اصعب شهر على الناس الكل. يا خويا نوليو نلقاو حل باش نلعبوا الكره في رمضان. باش نلعبوا الكره في رمضان. بالذات عندك مشكل. ما كايناش حل. ما كايناش حل. علاش نشوفوا العباد كيما كان اليوم راه شفت كيما شفنا العباد نتاع عاودوا لنا الصوره بالله نتاع السي اس اس ونتاع جابس راهم سكنات وقت اللي زفر الاربيتر الناس الكل تحت بالكاو. واليوم المباريات الكل انا بدون استثناء فما جمعيه ما تشكلتش. واحنا كنا لعبنا ونعرفوا شنو معناتها المعاناه اللي راهو حتى من الناحيه النفسيه الملاعبي يتقلق. راهو سير البلان مونتال راهو يتقلق الملاعبي راهو نفسيته تتدمر. راهو اليوم يلقى روحه معناتها لابد لا بيرفكسيون وتفركس روندمون وعنده اوبليغاسيون دو ريزولتا ويحب يعمل نتيجه باهيه وعنده الصيام اللي بينه وبين ربي هذاك حاجه مقدسه. اليوم زاد كيف لازم نلقاو لهم حل. ولو سيونتيفيكمون سامحني سكوندا ريت الوقت من بعد الماتش حتى لوين معناتها باش تفطر راهو هذاك ما عندك حتى فكره كيفاش يعدي الملاعب. يبدا اون مونك دو تو يبدا في دنيا اخرى. نحكيو كان على ساعه ونص. فما شكون يعمل لك 4 سوايع بالبيوس فما شكون يعمل لك 3 سوايع بالبيوس 300 كيلومتر. اجرام والله اجرام. بس كلام الناصر هو الحل. اليوم نكونوا واضحين قد عندنا من عام نحكيو انه خلينا نلعبوا في رمضان في الليل. لقيناش حل ما لقيناش. باش نلقاو حل اليوم ما باش نلقاو. باش نقعدوا العام الجاي باش نعاودوا نتلموا كيف هكا وباش نعاودوا نحكيو على رمضان وما نجمناش نلعبوا. الاحسن كيف ما قال الناصر انه نقراو حسابنا بيسكو نحن الامور ليست رياضيه فقط وفما عديد الاطراف المتداخله اللي ما نجموش نلعبوا في الليل. الله غالب بالاطراف المتداخله الكل ما نجموش نلقاو قرار وما نجموش نلعبوا بالليل. دونك نقراو حسابنا في كالندريه من اول السيزون كل بلاد وورطالها. فما بلاد في الثلج ما تلعبش وتوقفك الشهر شهرين. فما بلاد عندها مشاكل. دونك كل بلاد ورطالها. نحن نرتحوا في رمضان نحكيو على الامباكت نتاع اللاعبين المسلمين. جوست حبيت نرجع معز راهو اللقطه اللي شفناها في ليدز سيتي واللي يشوفوا فيها في المباريات سورتو في البريمير ليغ راهو معناتها راهو منظر جميل جدا انه اليوم ولاو يقدروا خاطر عدد اللاعبين المسلمين ارتفع برشا. غوارديولا حكى في الكونفرنس دو بريس وقال راهو اسمعني هذوك هما اللاعبيه اللي قاعدين
نفسهم ويعرفوا كيفاش قاعدين يعملوا، وانا ما نتاثرش بالشيء هذا وباش ياخذوا ونحترموهم وياخذوا بلاصتهم. لكن شفنا زاد حاجه سيئه ورات زاد الوجه القبيح لبعض الجماهير اللي هي جماهير ليدز في مباراه سيتي اللي كانت زفرت وقت الدقيقه هذيك اللي خذوها باش يرتاحوا باش ينجموا يشوفوا. وحكى عليهم جاردولا في الندوه الصحفيه، حكى عليهم متقدم جاردولا في الندوه الصحفيه. المشكله اللي المسؤولين اللي شادين سواء معناها في الجامعه ولا في الرابطه ولا حتى في الانديه ما يخموا انه توفى البطوله وعطيهم يكملوا البطوله على حساب الملاعبيه ولا حساب النتائج ولا حساب هذا الكل. وذولي معناها قداش من مكتب جامعي يتعدى ولا حتى حد معناها حط الموضوع على الطاوله وانه حط كلمته وحكاها بصوت عالي. الناس كل خايفه، الناس كل ما تحبش تحكي في الموضوع هذا. لازم تصير في اراده معناها كيما نحكيو على قانون الهيكله الرياضيه وعديد المواضيع اللي معناها حارقه ومهمه جدا. زاد راهو موضوع اللعب في الليل وخاصه في شهر رمضان وما تنجمش راهو تقول لي مهما رزنامه باش تعملها. راهو كل عام تجيك مره عام عندك كوب دافريك، عام عندك كوب دي موند، معناها في كل الحالات ماكش هارب منه. شهر رمضان راك باش تلعب فيه على الاقل جورنيه اثنين ومطالب وانك تكون عندك ديزيكيب كومبيتيتيف، معناها ما تنجمش. دونك فينالمون خلينا نقولوا راهو مادام معز انه كل عام نقعدوا نحكيو ما فماش شكون ياخذ ديسيزيون وياخذ ملف بالثقل نتاعو ويقدم به القدام، سينو باش يقعد نفس تعرف وقتاش تكلموا وقت لا قدر الله تصير كارثه وقتها باش يخرجوا لا قدر الله ينظروا وفي اللي بلاتو والناس الكل وكيفاش والمسؤولين يطلبوا السماح من العائله نتاعو وبوس خوك. وراه الكوارث الرياضيه راهي تصير ما نفيقوش بها. راهو مثلا بار اكزومبل نعطي 2018 المنتخب الوطني بقرار وقتها من الجامعه والمدرب تاع المنتخب يترانيو قبل شقه الفتره. بعد شفنا المنتخب في الكوب دي موند كيفاش فيزيكمون طحنا وقالوا راهو التدريب اللي كان تعمل وقتها تعمل قبل شقه الفتره. بار اكزومبل انا نحكي لك ثم انديه اللي لعبت برشا ماتشات في رمضان وقت اللي بعد خرج رمضان لعبت مباريات مهمه سواء تشامبيونز ليغ وغيره. من بعد لقاو روحهم ابلا الترجي مثلا راهو يخلي السيكل نتاعو راه رمضان الريسك نتاع البليسيور. نرجع لمباراه النادي الافريقي. انت حليت القوس، خذيت بتاع سامي مقفى عين تعملوا المقفى حبيت تقول المفرقه. لا قل بين قوسين ولا بين ظفرين وانتهى الموضوع. لا بالله في كلمه يلعبوا ماضي ساعتين مش ماضي ساعه، ما قلناش في الليل يلعبوا ماضي ساعتين كما قال لك رضوان. من بعد ماضي ساعتين يكملوا الاربعه على 4 ونص انتهى الموضوع. انا على الاقل ساعه من زمان. يا فتحي المتداخلين في الميدان الكل يكملوا الأربعة ونص ما يساعدهمش الوقت انهم يكملوا الأربعة ونص. دونك قدموا ما ساعه باش الناس الكل تاخذ فطر هذاك علاش للجميع. ونسينا الملاعبين ونسينا اللي مانيش مع الاكتور مانيش مع جوست قاعد نفسر علاش قدموا ما ساعه. النادي الافريقي اليوم عمل مقابله مرجعيه الحقيقه. تسجيله الهدف الاول مبكرا فتح الشاهيه نتاع الفريق، فتح الشاهيه وقص السيم نتاعو في الاخير. الخضراوي كان صايم عنده عام واش قص السيم نتاعو اليوم ورجع في فورمه كبيره. الفريق النادي الافريقي اليوم عمل مقابله الحقيقه كبيره برشا. قلت 5 وخميس على النادي الافريقي. فما ملاعبي ما ندخلش برشا في الجزئيات. فما ملاعبي ابهرني اليوم. السيري الظهير الايسر للنادي الافريقي ظهر لي 3 اسيست وهدف 2 اسيست وهدف. لاعب فعلا استثنائي. ربما توا على الجهه اليسار عندنا ما شاء الله من الملاعبيه نخمم على الفريق الوطني اليوم يعمل مقابله مرجعيه وياخذ حقه شويه السيلي لانه من جمعيه لجمعيه ومشى للترجي وما لعبش ومشى اليوم حقه ورجع له ربما القدر نتاعو والقيمه نتاعو. اليوم الناس تحكي على السيلي اللي كان لاعب في وسط ملاعبيه فقط. اليوم على الاقل رجع في الواجهه. والنادي الافريقي 15 مقابله دون هزيمه للنادي الافريقي. رقم اخر الخضراوي سجل هدف بعد 374 نهار. الهدف الاولاني اللي سهل المباراه على النادي الافريقي. انا بالنسبه لي انا حبيت نحكي منين كملت انت على الخضراوي اللي ما لازمناش ننساو اللي كانت عليه ضغوطات كبيره وعليه ضغوطات كبيره معناتها جماهير النادي الافريقي في وقت من الاوقات والناس الكل معناتها حتى احنا انا واحد من الناس نحكي معناتها على روحي باش ما نحكيش على غيري.
انا واحد من الناس كنت نستنى منه مردوده يكون خير، لكن ظهر لي لا فورس دو كاركتير اللي عنده والوقت اللي قعد يريزيستي فيه باش اليوم بدا يوصل للغله اللي هو حاجته بها، الفروي نتاع التعب هذاك نتاع المجهود. اليوم اللي جينيرو سجل هدف في وقت مهم، الهدف هذا باش يعطيه ثقه برشا باش يخليه ينجم يكمل المشوار. وفما حاجه اليوم اللي تحسب للكلوب افريكان اللي هذه في وقت مش بعيد كانت مشكله في الكلوب افريكان، اليوم الكلوب افريكان فما ثقه نتاع مجموعه قاعده تكبر وفما ثقه قاعده تتكون، والفريق ولا يعرف ينتصر ويعرف كيفاش يبدا المباريات نتاعو ويوفى المباراه. ذا فوزي بنزرتي اللي تاد سبري نتاعو هذا حبه من حبه ولا كره من كره. فوزي بنزرتي يقعد الليدر في تونس في معناتها لا وين يمشي الجمعيه يخلي يحب الربح حب الربح ديما رباح. فما مدربين يعمل لك زوز ماتشوات 3 ماتشوات يخرج لنا في التلفز يولي لنا سيد بوكلاده. اليوم فوزي بنزرتي عنده قدام عام مازال نفس الخطاب، نفس كوميونيكاسيون، نفس العطاء، نفس الحب، نفس الغرام، نفس الجوعه. شفت فوزي بنزرتي الرياكسيون نتاعو كيما عنده 20 سنه التالي و25 سنه التالي يقطع مريول ويقطع درا شنو، نفس الطريقه ونفس الاسلوب. الانسان الرباح هذا الى ترانزمي الملاعبيه عطاه ولا وصلت الملاعبيه. اليوم النادي الافريقي الحق نتاع ربي قاعد ماشي في ثنيه صحيحه، الحق نتاع ربي زاد جماهير النادي الافريقي. انا نقولها ونعاودها تستاهل تشوف الفريق نتاعها كي، على خاطر جماهير النادي الافريقي في ال10 سنوات الاخرانيه تعبت مع الفريق نتاعها، كل مره تجيها لوبستاكل تجي مشكل من المشاكل. اليوم ظهر يبداو يشوفوا الفروي نتاع الصبر نتاعهم، زاد كيف الهيئه المديره، زاد كيف محسن الطرابلسي الدكتور محسن الطرابلسي. فما حاجات اللي هي في الكلوب ما كانتش موجوده، تحس فما رزانه، فما ستابيليتي في اداره، ما عادش برشا كلام قاعد يخرج على اليمين وعلى اليسار. في وقت من الاوقات الكلوب افريكان صابوره منشور، الناس الكل تحكي عليها، اللي يصير في الفيستير الناس الكل تسمع به. اليوم ظهر لي فما حاجه اللي هي معناتها ولات مقدسه بالنسبه للاخبار نتاع النادي الافريقي. هذا الكل يخلي النادي الافريقي اليوم في الثنيه الصحيح. خضراوي مسكين راهو كان ضحيه يمكن تصريح تافه اللي خلاه يتحط على ضغط لمده طويله. خضراوي كان مضغوط في النادي الافريقي، متعرض الحمله كبيره صعيبه صعبت عليه الامور، خاطر نعرفوا راهو مالول الافريقي رزين برشا على الملاعبيه، وسيرتو كي تكون في بوست اوفنسيف وما تسجلش تكون تصعب عليك الامور شويه. كي نحكيو على 15 انتصار 15 مباراه دون هزيمه و4 انتصارات متتاليه على الميدان، نحكيو على خروج علي يوسف والنادي الافريقي مازال متوازن دفاعيا. لهنا نحكيو معزله ارقام بطل والا فيتور بطل والا فريق ينافس على البطوله. اليوم الافريقي الحقيقه ينافس على البطوله بجداره. الافريقي اليوم ممتاز، الافريقي اليوم كي مركي زاد مركه ومشى ل5 اهداف، الحاجه اللي تخلي ملاعبيته كيف السهيلي كيف الخضراوي كيف بقيه الملاعبيه اللي في التيران يتسرحوا ويلعبوا ارتاح برشا، تخلي برشا ثقه للفريق للمباريات القادمه. نتصور المهم هو 3 نقاط، ولا المهم هو الفريق اللي لقى راحته في المباراه، والاهم هو 3 نقاط اللي تخلي الفريق ديما في الكرسي. انا يظهر لي النادي الافريقي وصل للتوب فورم نتاعو الحقيقه في ظل تواجد مجموعه محترمه جدا. لما تشوف اللاعبين على البنك تفهم انت، يظهر لي تشوف بن علي، تشوف المسماري، تشوف الشريم، تشوف معناتها اللاعبيه البوركيني جديد، مجموعه محترمه جدا قديده. زيدهم مدرب رباح افيك ان ايتا ديسبري نتاع غانيور اللي كي لاش ريان. وناكد كلام الناصر انه يقول لك ما بين موسم لا، ما بين الهدف الاول والخامس شوف الرياكسيون نتاعو يبيدها، معناتها كي ضيع الجوار نتاعو باس يتغش عليه بنفس الطريقه. دونك تفهم لهنا شنو هما الحاجات اللي عداهم اللاعبيه نتاعو. وفما حاجات راهو في الكره ما تكذبش. انا كي نشوف الفرحه نتاع اللاعبيه بعد كل بونت وكيفاش سوليدار ومع بعضهم ويد واحده، تفهم فما مجموعه قويه برشا في النادي الافريقي وقادره باش تنافس على اللقب الموسم هذايا وتمشي لبعيد. فما ملاعبيه الحقيقه ما نجمش ما نحكيش عليهم في المباراه هذه، لانه لما تشوف انت شكون اللي يسجل الاهداف مثلا تلقى عندك الزعلوني والسهيل، لي بوست نتاعهم سون دو زاريير لاتيرو. دونك تفهم انه في السيركوي نتاع سي فوزي يعتمد برشا على الاظهره، وخاصه زاد على المهاجم نتاعو باش يخلي بور ليبري ليسباس. وتقريبا فما تنويع ممتاز جدا في الاهداف، 5 اهداف متنوعين. معناتها النادي الافريقي اليوم قادر باش يسجل في كرات ثابته، في هجمه مركزه، في هجمه مرتده، عنده لي زاتو الكل. ما ننساوش الحقيقه السيلي، علاش انا حبيت نحكي عليه اليوم، لانه اللاعبي هذايا تعدى بفترات صعيبه وكان حتى معناها امور غير رياضيه تظلم في برشا حاجات. اليوم كي تشوف ملاعب يرجع بالكاركتير والفورس هذيك تقول له برافو، لكن لازم يكمل يخدم على روحه لانه عنده مارج دو بروغريسيون محترمه. ما ننساوش راهو الزمزمي بالنسبه لي انا سي البارومتر نتاع النادي الافريقي.
بالرغم برشا عباد تحكي عليه كلام اتوري ترافير، لكن الملاعبي هذايا ممتاز. في مباراه اليوم توقيت الهدفين، الاولاني في اول دقائق تقريبا والثاني في اخر الشوط الاول سهل برشا المقابله على النادي الافريقي وخلاه ينتصر بنتيجه عريضه. المتلوي راهو كانوا عنده دي سيكونس بعد الهدف الاولاني، وصل حتى للكاج وكان قادر باش يعدل النتيجه، لكن النادي الافريقي كان بلو ديتيرمينون وعرف كيفاش ياخذ المباراه نتاعو. شو اللي تغير في النادي الافريقي السنه فهمي حسب رايك؟ عقليه فوزي بنزرتي، عقليه الرباح. كنا نشوف عناول بيتوني اللي عملوا في النادي الافريقي، راهو كارثه اللي عملوا في النادي الافريقي. في التريف قال ما نلعب حتى ماتش اميكال، الانتدابات ما فماش، مدرب معناها كل ماتش بتشكيله، طلع بنظريه جديده في عالم كره القدم. قلنا يطلعش سابق عصر المدرب هذا، يطلع في الاخر ما احنا سابقينه وطلع ما يتعلم منا نحن في تونس. مالوريزمون لو انه يبقى معناها اسم محترم، مي خلينا نقولوا اليوم اللي ناقص النادي الافريقي هو المدرب. جاء مدرب يعرف ايش قاعد يعمل. عندك فراس شوات اللي عاون النادي الافريقي ما عندوش بونتا، ما عندوش هداف، مرة عنده هداف فراس شوات، وقلنا تقريبا من احسن المهاجمين اللي دخلوا لتاريخ النادي الافريقي واللي تم انتدابهم. اليوم النادي الافريقي تقريبا ماتش بلان خلينا نقولوا معناها تحب عليه اليوم جمهور النادي الافريقي. توجد الاهداف، الاداء، الروح، الجرينتا اللي تحب عليه كله موجود في ماتش اليوم. ثم حاجه لفتت انتباهي معز في الماتش هذا، اول مره من سنين ممكن النادي الافريقي يهبط لك بتشكيله 11 جوار تونسي الكلهم اليوم، بن شامخ، زعلوني، السيلي، بوعبيد، بن عبده، زنزبي، الحارزي، ايت مالك، خضراوي، بوقره، شوات، ولا ملاعبي اجنبي كلهم الاجانب على البنك. يوريك هنا لا ريشيس نتاع ليفيكتيف، لانه براتيكمون ديما تلقى اكسيال اجنبي، الوسط معبي بالاجانب، تلقى البونتا نتاعك اجنبي. اليوم النادي الافريقي تلمو عنده ريشيس وعنده كاليتي، مشى في الكاليتي في تونس. كلمه على الخضراوي اليوم، راهو الخضراوي امن به فوزي بنزرتي، والوحيد اللي امن به هو فوزي بنزرتي، والكلنا ضد الخضراوي. ونذكروا الخضراوي مشى للمنتخب وقت اللي فوزي بنزرتي مدرب المنتخب، وماناش فاهمين علاش، لانه فوزي بنزرتي وقت اللي يحط اللاعب في مخه يمن به، وكان الحقيقه في معناها في الثقه اللي اعطاه فيه المدرب. ما ننساوش راهو ثم ملاعب مهم جدا في النادي الافريقي اسمه ايمن الحرزي. ايمن الحرزي راسه جوار دو كولوار، راهو اليوم يلعب وسط ميدان ويهبط يجيب الكره ويمشي وراهو يحرك في اللعب. معناها الحرزي بالحق انتداب مهم، ومفاتيح اللعب واسرار اللعب النادي الافريقي خارجه من الحرزي. اللي النادي الافريقي الحقيقه لوحه فنيه كرويه ممتازه، والنادي الافريقي محلي البطوله بالاداء اللي قاعد يعمل فيه تو. عنده الامكانيات انه النادي الافريقي يواصل على النسق هذا حسب رايك سامي؟ عنده الامكانيات، وانا ما نحبش نلخص معناتها الحاله تاع النادي الافريقي اليوم، ما نحبش نلخصها معناتها في معناتها الجرينتا نتاع فوزي البنزرتي، لان ظلم لفوزي البنزرتي. شوف ثم اون بروغريسيون كوليكتيف، اون بروغريسيون انديفيدويل. شوف الخضراوي، شوف الزمزمي، شوف الزعلوني خرج معناتها خرجوا من البير. شوف شوات في عمره هدايا توا il est en train de معناتها de progresser sur le plan technique et sur le plan tactique. كيفاش يلعب اليوم شوات معناتها سي امبرسيونون. دونك ثم معناتها البروغريسيون تكنيك معناتها انديفيدويل وكوليكتيف نتاع الفريق هذا اللي هو هذه الخدمه نتاع فوزي البنزرتي. كان ثم معضله في معضله ما بين مفقعين بين قوسين ما بين قوسين سهل على روحك. لا بالعين نفدك. اسمع، كان ثم مشكله في النادي الافريقي بالرغم من هذايا كل بالرغم معناتها من البروغريسيون هذه وكل قعد معناتها شوات ديبوندون، يماركي شوات ما يماركيش شوات. اليوم الخضراوي كانت عنده نفس المشكله في الملعب التونسي، ما كانش يماركي، كان يلعب قدام ما كانش يماركي. اليوم عندك اليوم تحلت العقده هذه، تماركي 5 أهداف النادي الافريقي، 4 لاعبين اخرين يماركيو مع معناتها شوات. وعندك الحاجه الاخيره معناتها القوه الضاربه نتاع النادي الافريقي مش اللي شفناها اليوم برك، اليوم عنده بليزيور فورمول، زيدهم هذوما، زيدهم قديده لو جور و il va être intégré ou prêt physiquement وكل. c'est un grand joueur راهو فهمت. donc sur le plan individuel, sur le plan معناتها collectif, sur le plan mental. وبعد البروغريسيون هذه تكور النادي الافريقي، تكور وتفرج. مازلت عنده كلام عن مباراه النادي الافريقي. شنو نفس السؤال نحب نعاودوا فتحي، شنو اللي تغير في النادي الافريقي؟ عداء فوزي بنزرتي ما نجمش يكون المدرب بركه هو اللي غتغير. لا مش مدرب غير الجمعيه كامله. لا ما نجمش مدرب. انا اللي نحب نقوله انه الملاعبيه ربما رجعت فيهم الثقه. وخليني نقول وما غير واحده، جمهور النادي الافريقي يخوف،
بمعنى وانه اصبر كما قال الناصر وقالوا الولاد اصبر ياسر على الملاعبيه. معناها الملاعبيه في وقت ما غزروا لرواحهم من المرايه. اش قاعدين نعطيو لها الناس اللي قاعده تجري معانا وواقفه معانا في السراء والضراء. اذا الثقه رجعت للملاعبيه. انا اليوم زعنوني والسيلي لي دو زرير شوف وين كانوا وين ولاو. زمزمي زاد زمزمي عملوا زمزمي راهو مشكلته المكان نتاعو فوق الميدان مش بلاصته. لان المكان نتاعو فوق الميدان المكان نتاعو فوق الميدان ما يوريكش اللي هو، بينما هو لا بيس متريس نتاع النادي الافريقي، هو روح النادي الافريقي. هو يذكرني شويه دون المقارنه مع نجيب غميض وقت اللي كان في انتم صغار. ما خلطتش عليه ناصر انت ما خلطتش مازلت صغير. مالك خلط عليه؟ معناها لو رولو مسكور، بينما هو كل شيء يخرج من عنده كل شيء. اذا النادي الافريقي اليوم روح جديده، الثقه رجعت للملاعبيه. بطبيعه الحال فما فوزي البنزرتي اللي اعطاه الروح هذه. مالك ثقه وريح وديفي زاد راهو. نحكيو على 15 مباراه متتاليه دون هزيمه النادي الافريقي. اخر هزيمه كان قدام متلاوي. مع متلاوي يعني. دونك اليوم كيف ترجع وتربح المتلاوي بخماسيه حتى راهو الثقه ممتازه للفريق. هي زوج هزايم فقط النادي الافريقي في الموسم صحيح. ضد المتلاوي وضد الترجي الرياضي الجرجيسي في بدايه الموسم. وفما حاجه مهمه برشا انه متلاوي زاد يتعدى من فتره صعيبه، 7 مباريات بدون انتصار، معناتها حاجه مهمه برشا. متلاوي معناتها في التيران نتاعو عمل 3 فيكتوار في 8 ماتشات، ما خسر حتى مباراه، ما خسر حتى مباراه، لكن مش قاعد يربح. معز معناتها تعرف ماتشات النيول بعد ساعات في وقت من الاوقات مش هي بيدها. معناتها الجوله هذه فتحي لا فيهاش، فما فريق وحيد عنده احتجاجات كبيره على التحكيم، طبعا نسمعوا نائب الرئيس نتاعو، لكن فما فريق ثاني زاد الاتحاد الرياضي المنستيري زاد مش راضي على الهدف. خلينا ناخذ راي خبيرنا في التحكيم فورماتور في الحكام انيس دحام. مساء الخير. معز صحة شريتك، تحية ليك، تحية لضيوفك في البلاتو، تحية للسادة المشاهدين. نبداو بالهدف الاتحاد الرياضي المنستيري الملغى ضد النادي الرياضي البنزرتي، لا يركز لي مليح في هذه. باهي معز، نبداو باللقطة الأولى في ملعب 15 أكتوبر مباراة النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. نشوفوا لقطة الهدف الملغى في هدف الاتحاد المنستيري إلغاؤه من الحكم الفار. نشوفوا اللقطة مع بعضنا، نشوفوا تدخل المهاجم على المدافع، فما قفز وعمليه استعمال الايدي، بلوكاج نتاع الديفونسور، ما خلاش المهاجم، ما خلاش المدافع يصعد الكره، ما خلاش يلعب الكره. اكيد خطا من المهاجم على المدافع، واضح الخطا، القفز على المنافس مع استعمال الايدي، عمليه بلوكاج واضحه للمدافع، ما خلاش المدافع يلعب الكره. اكيد جدا خطا على المدافع. والهدف الملغى كان قرار صائب. نشوفوا التمركز نتاع الحكم ايمن النصري في هذه اللقطه، زاويه الرؤيه كانت مفتوحه بالنسبه له هو، الا انه لم يستطع اخذ القرار الصواب، لان هي الحقيقه نتفاعل مع الاخوين في البلاتو على مستوى التوقيت البطوله وتوقيت اللعب. بالحق اليوم الحكام نتاعنا قاعدين يعني ونشوفوا فيه زاويه الرؤيه قدامه مفتوحه، ورغم ذلك ما اخذش القرار الصحيح، التجا للفار لاصلاح القرار نتاعو. اكيد جدا انه في ظروف رمضان والظروف الصعيبه هذه الحقيقه، واليوم قاعدين نطالبوا من الحكام نتاعنا على مستوى التحكيم العصري مجهودات جباره على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني. نعرفوا مليح اليوم راه في التحكيم العصري فما مجهودات كبيره برشا على المستوى البدني، وكذلك على مستوى الاعتبارات وقراءه اللقطات. اكيد جدا كي يبدا حكم صايم، حكم في ظروف صعيبه، اكيد جدا في توقيت صعيب في رمضان، نجم تكون لقطات رغم زاويه الرؤيه كانت مفتوحه، ما نجمش ياخذ القرار الصحيح. اكيد جدا لو كان تو يرجع اللقطه ويشوفها اكيد جدا باش يقول راه فما خطا. واصاب الحكم الفار في رفضه للهدف الاتحاد المنستيري في هذه